السلام عليكم. اليوم بزاف ديال الناس ولاد وبنات عندهم نقص في الثقة في الذات ديالهم، وما تيقدروش يواجهوا داك الخوف اللي فيهم. اليوم غادي نهضروا على الثقة في النفس، غادي نتعمقوا فيه من جميع الزوايا، حيت بزاف منا عندنا مهارة ناقصة في الحياة ديالنا، حيت ما تنقدروش نديروا بزاف ديال الحوايج. حيت الثقة في النفس في الأصل كانت عندنا، ولكن ترسات فينا فاش كنا صغار، فاش تعرضنا للتنمر في المدرسة ولا فاش درسنا من أقرب الناس لينا اليوم الأسرة. حيت في الحقيقة هما يصنعوا داك الشخص اللي على اليوم، أسبابهم يا إما كتكبر قوي ولا كتكبر ضعيف، مكتقدرش تواجه الناس، وكتخلق فيك صفة عدم الثقة في النفس والخوف. حيت ديك المقالات اللي سمعتي ديال شوف فلان ولا شوف فلانة، بزاف ديال الحوايج بحال هاد الشكل هي السبب ديالنا اللي خلاتنا ما عندناش الثقة في راسنا. في البداية شنو كيعني الثقة في النفس؟ الثقة في النفس هي الاعتقاد الفرد الإيجابي في قدرته الشخصية والتفاعل بنجاح في المواقف الاجتماعية، وظهوره بلغة الجسد متزنة، اتصافه بالطلاقة اللغوية وتقبل النقد والاعتراف بالخطأ والاعتماد على النفس، مع قدرته على المطالبة بحقوقه وتقبل الأشياء التي لا يمكن تغييرها سواء في جسدي أو في حياتي بصفة عامة. يعني الثقة في النفس خاصك تعتمد على راسك وتعطي اعتبار راسك وتعطي قدرة في الظرف اللي فيه يكون مكان ولا زمان بلا إفراط، وهاد شي حاجة مهمة عند كل واحد فينا حيت ميقدرش يستغني عليها. حيت الثقة ماشي غير كلمة وصافي، راه واحد الحاجة كتعطيك واحد القوة خاصة. الثقة هي الإيمان ديالك في راسك، القدرة ديالك، الإمكانيات ديالك، والأهداف ديالك والقرارات ديالك. خاصك تآمن براسك، مبقيتش بديالك، ولكن هذه الحقيقة. حيت خاصك تآمن براسك باش تعطي راسك واحد الثقة في النفس، حيت هو العمود الفقري لأي شخص. وبلا ما تبقاش تحترم الذات ديالك وما تبقاش تعاتب راسك، حيت هادشي ممزيانش ليك. حيت هنا فين بنادم تيبدا يستغلك ولا كيبدا ينتقدك، حيت ما عطيتيش راسك واحد القيمة مضافة، وهنا كتبدا تعطي حياتك واحد الحياة مملة وبائسة. عكس إلا درتي هادشي، إلا كنتي شخص تمتع في الثقة ديالك، كتلقى احترام من كل شيء حتى من الأعداء ديالك. خاصك ديما تكون متفائل بهاد الحياة، تفكر ديما ما كاينش شي واحد فينا عمرو غلط، كلشي تيغلط. حيت هنا كتبدا تهز ديك الثقة في النفس ديالك، لكن خاصك ديما دير العكس. كيف قلت ليك بزاف الثقة في النفس، خاصك تعلم من التجارب ديالك السابقة. وكاين جوج حوايج للثقة في النفس، سلبية وإيجابية. أول حاجة غادي نبداو فيها، فاش ما كتكونش عندك الثقة في النفس، هي الاضطرابات النفسية. كتدخل في اكتئاب، ولا كتبقى تحس بشي حزن، ولا كتفقد الرغبة، كتبقى تفكر في شي أفكار سلبية بزاف، ولا كتحس بالخوف والتوتر. هادشي تيوقع عليك من بعد تجربة صعيبة عشتها، يا اما تعرضت للتنمر ولا ديك الهضره الخاويه اللي قلت ليك مع الاسره ديالك، جرحاتك بلا ما يحسوا بها. ثاني حاجه هو الوسواس ولا تحطيم الذات. الوسواس او تحطيم الذات ماشي كيمشيو مع بعضياتهم، ولكن خاصك تعرف واحد الحاجه مهمه. الوسواس الحقيقي ماشي غير صوت داخلي تعطيك صداع في راسك، لكن هو تخدم بهذه الطريقه يعطيك شي فكره كتضرك بزاف، ومع الوقت كيبدا يتحطم الذات. بحال انا ضعيف، علاش انا بوحدي، علاش انا تيوقع لي هادشي، وبزاف من الامثله. ثالث حاجه هي الشعور بالذنب والاحتقار للنفس. حتى هما تيجوا مع بعضياتهم، ولكن ماشي نفس الحاجه. حيت الذنب تيركز على الفعل، كنقول درت شي حاجه غلطه، وهذا الاحساس طبيعي ومفيد في بعض الاحيان، كيخليك تصحح تعلم. اما الاحتقار للذات كيركز على الهويه، بحال كتقول لراسك انا انسان خايب ولا انا ما كنسواش. باش تولي مشكل فيك، ماشي غير خطأ وصافي، لكن الحكم القاسي اللي حكمتي به على راسك بوحدك. رابع حاجه هي كتقارن راسك بالناس اخرين. تبان بسيطه، ولكن اكثر الحوايج كتبدا كتاكل الثقه ديالك بشويه بشويه. المشكل ماشي في المقارنه بحد ذاتها، حيت العقل ديالنا الطبيعي كيقارن باش يفهم العالم. المشكل هو فاش كتقارن مع من كتقارن. غالبا كتبقى في واحد الفخ كتشوف افضل لحظات ديال الناس وتقارنها باسوأ لحظات ديالك. هنا كيبان المشكل، حيت كتشوف غير ديك اللحظه المؤقته ديال النجاح ولا الراحه ولا الثقه في راسهم، وانت عارف غير الفوضى اللي في الداخل ديالك اللي دايرها ليك. وهنا كيخرج داك الصوت ديال شوف فين وصلوا هما وانا مازال هنا. من بعد كتبدا تقلل من القيمه ديالك، كتحس بانك باقي معطل، يدخل عليك احباط والصمت الداخلي. ولكن خلينا نكونوا واضحين شويه، المقارنه اللي كتدمرك ماشي شي حاجه عادله في الاصل. خامس حاجه كتولي تحس بان المحيط اللي فيه براسك منبوذ وسط منه، احساس خايب ويقدر يطيح من الثقه ديالك. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، الإحساس تيكون غالبا خليط بين واقع جزئي زائد طريقة التفسير القاسية. بصح كاين شي محيط ولا شي فئة كتعلم التمييز أو النظرة السلبية. هادشي ماشي وهم، ولكن الخاطر كيبدا يتحول من فكرة الناس تيشوفونا بنظرة ناقصة إلا حنا بصح ما عندنا حتى فايدة في هذا المجتمع. حيت كيف كاينين شي نقاط سلبية، كاين نقاط إيجابية كتولي قدوة ديال الناس. وكاينة حاجة أخرى خاصك تفرق بيناتهم، بين الثقة بالنفس أو الغرور. الثقة بالنفس كتكون بين جوج ديال الحوايج. الأولى هو الضعف الثقة في النفس ديالك، أنك كتكون عندك نظرة ناقصة على راسك، وكتحس براسك ما كافيش ولا ما قادرش، وهادشي كيبان في طريقة التصرف ديالك، وثقتك ضعيفة وكتكون في راسك. وثاني حاجة هو الغرور، والعكس تماما. يعني أنك كتكبر راسك بزاف، وكتشوف راسك أحسن من اللازم، وكتعجب براسك في الشكل ديالك ولا في الذكاء ديالك وفي المواهب ديالك، وكتشوف غير المزيان اللي فيك بطريقة مبالغ فيها، وكتغفل على العيوب ديالك. كاينة حاجة أخرى بين الثقة بالنفس أو التقدير الذات. تقدير الذات هو كيفاش كتشوف راسك في مختلف الجوانب، شحال كتقبل راسك ومرتاح معاه. والتقدير الذات كيقدر يخرج لينا ثلاثة ديال الحالات. أول حاجة التقدير المعتدل،
وهنا كيكون عندك التوازن، وهذا الشي كيخليك تكون واثق في راسك. تاني حاجة التقدير المنخفض، وهنا كتكون نظرتك لراسك ضعيفة، كيكون عندك نقص في الثقة ديالك. تالت حاجة المبالغة في تقدير الذات، وهنا كتكبر راسك بزاف، وهذا الشي كيقدر يوصل للغرور لو حتى للشخصية النرجسية. من هنا نقدر نقول أن تقدير الذات متوازن وهو الأساس ديال الثقة بالنفس. ما كاين حتى شي إنسان عنده الثقة كاملة في راسو، غير الفرق كيكون من واحد لواحد، وحتى نفس الشخص كيتبدل من وقت لوقت. حتى الشاب العادي اللي عنده الثقة مزيانة شوية يقدر يحس بتردد من نقص في الثقة ملي كيكون قدام تحدي جديد، بحال إلا كان غادي يجرب شي حاجة لأول مرة، وهذا الشي عادي وكيوقع عليك حتى نتايا. كاين بزاف ديال الخطوات اللي يقدروا يعاونوك تبني الثقة في راسك، وراه غير كونك كتبتي وبغيتي تفهم راك درتي أول خطوة. عرفت بلي خاصك تطور الثقة ديالك، حاول إلا قدرتي تعرف شنو الأسباب اللي خلات الثقة ديالك تنقص، واش طريقة التربية ولا كاين شي ناس كينتقدوك بزاف، حيت هاد الشي كيأثر بزاف. وحتى غير أنك تفيق لهاد الشي يقدر يحميك بأنك تزيد تهبط أكتر. خليك ديما عاقل بلي ما كاين حتى شي إنسان كامل، أي واحد يقدر يغلط. حاول تعلم من الأخطاء ديالك وما تبقاش باغي الكمال في كلشي، حيت بعض المرات خاصنا نتقبلو الأقل من الأحسن. باش تقوي الثقة ديالك ركز على الحوايج الزوينين فيك والنجاحات ديالك إلا كانوا صغار. سول راسك واش عندي شي مهارة، واش كنحس بشي حاجة، واش كنبغي اللغات، واش عندي روح الدعابة، واش كنمارس شي هواية. عرف نقاط القوة ديالك وافتخر بهم، واشكر الله ديما على النعم اللي عندك، حيت الشكر كيخلي الإنسان يحس بقيمته أكتر وكيزيدو خيرا. حيت كاينة آية قرآنية كتقول لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم آية 7. حاول تكون إيجابي مع راسك ومع الناس، خاصك ديما تشوف الكاس عامر ماشي خاوي. وحتى ملي كتقدر الناس هادشي كيرجع ليك حتى انت بالثقة. عاون الناس فاش يحتاجوك، هادي من أقوى الحوايج اللي كيعطيك قيمة وثقة في راسك. وإلا شي واحد مدحك بشي حاجة زوينة فيك، قبل هاد المديح وقول الحمد لله، عبر على الرأي ديالك وما تخافش. وإذا كنتي مقتنع بشي حاجة ماشي مشكل تبقى متماسك بها. بعض اللحظات اللي كتحس فيها بالضعف قدام الناس ماشي مشكل، كتبان واثق في راسك حتى إلا ما حسيتيش بها 100%. حيت التصرف كيعاونك تولي فعلا شجاع وتثق في راسك مع الوقت. تصرف بحال إلا راك واثق في راسك بزاف، وعلاش لا. وتفكر ديما النجاح كيجي بالنجاح، حتى الثقة الصغيرة كتقدر تزيد مع الوقت، غير خاصها شوية صبر وخدم على راسك. إلا وصلتي حتى هنا ما تنساش واحد لايك واشتراك باش تدعم القناة. معكم وحدة التفكير، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.